في الفيديو. الفامباير رقم 5 معانا النهارده ألا وهو الضوء. الضوء برضو زي ما اتكلمنا عن ان في healthy food وفي junk food، في healthy sunlight وفي junk light. سبحان الله، ربنا خالق الشمس انها تدينا طاقة. في احصائية اتعملت لقيت ان الشعوب اللي عايشة في اماكن او في دول مشمسة هي اسعد الشعوب، وهي الشعوب اللي فيها حركة فيها طاقة. اما الشعوب اللي عايشة في برد وما بتشوفش طاقة الشمس او ما بتشوفش الشمس هي شعوب عندها نسبة الاكتئاب اكتر. فيا بطل، لو انت قاعد اليوم كله تحت ضوء المكتب، لمبات المكتب، او قاعد في البيت تحت لمبات البيت، ده ممكن يسبب الجانك لايت. لازم تدي لنفسك وقت كل يوم الصبح ان جسمك يشوف الشمس، تاخد فيتامين دي، ده هيحسن من نشاطك وهيشحن جسمك طاقة. في مرة سألوا كريستيانو رونالدو ايه اول حاجة بتعملها لما بتصحى؟ قال اول حاجة بعملها لما بصحى بخرج للشمس، لازم عيني تشوف الشمس لمدة 10 دقايق. فخليك زي كريستيانو رونالدو، خلي جسمك يشوف الشمس كل يوم. طبعا معظمنا بيخرج ويروح يشتغل بره بيشوف الشمس، ولكن انا بتكلم على الناس اللي هم بيقعدوا تحت اللمبات الصناعية كتير. لازم برضو تدي لجسمك وقت ان انت تخرج للشمس، ده هيحسن برضو من ادائك وهيشحنك طاقة ايجابية.